السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا خير. جايين بفيديو عادي النهارده كده، يا رب يعجبكم. بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. دي تتبيله شاورما يا بنات. ده الزيت اللي انا بمسكه، ده زيت وخل، وحطيت كركم، وحطيت بابريكا، وحطيت زبادي، وحطيت ملح وفلفل. تمام، عشان بس ساعات ما بقولش المقادير والفيديو بيجري مني يعني. تمام، وتحطي زيت وخل زي ما قلت لكم، ما تنسوش الملح. النهارده الفيديو خفيف، انا ما نزلتش عشان بس كنت تعبانه الفتره اللي فاتت ديت، والحمد لله على كل حال. انا بسيب التتبيله ديت، يعني الولاد كانوا طالبين مني الشاورما، فسبتها كده في التتبيله مثلا ساعه يعني. مثلا انت لما تصحي من الصبح التتبيله وتركنيها على جنب، بس ساعه ساعتين براحتك يعني. هي الفراخ اصلا بتتبل بسرعه غير اللحمه يعني. تمام. بس كده حطيتها، وجبت بقى ايه طاسه كده زي ما انتم شايفين فيها زيت بس، وبحط الفراخ الاول تاخد صدمه وتتشوح كده شويه. وبعد كده بحط عليها بقى ايه، فلفل الوان، وبحط عليها كمان فلفل اخضر، وبحط عليها بصلايه، وبحط عليها طماطمايه. تمام. هما كانوا الولاد عايزين سندوتشات كده ايه في الفينو، يعني مش عايزين بقى يعني اكلوا معاه مكرونه ولا كده، لا هي سندوتشات كده وجنبها بطاطس وخلاص. بس كده. عايزه اقول لكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه العام الدراسي الجديد. ربنا ان شاء الله يجعله كده عام دراسي سعيد علينا كلنا باذن الله، ويعدي على خير. وهنشوف مع بعض برضو لبس الولاد بتاع المدرسه بتاعنا وبتاع الشنط وكده. تمام. وبس كده، ما تنسوش يا بنات اللايك، ربنا يبارك لكم عشان القناه تشتغل. انا محتاجه جدا ان القناه تشتغل الصراحه. بس يعني منتظر ان هي تشتغل، وباذن الله باذن الله باذن الله تشتغل. ربنا كريم. بس وبشكر كل اللي بيتابعني، من كام من 5 6 اللي بيتابعوني بيكتبوا لي تعليق. ربنا يبارك لكم يا رب، يديكم الصحه والعافيه. كل اللي بيحط اللايك ربنا يبارك لكم ويصلح حالكم، وانا بدعي لكم والله. كل اللي شارك في الفيديو بتاعي ربنا يبارك له ويديله الصحه والعافيه ويصلح حاله، ويبارك له في اولاده باذن الله. تمام. بس كده زي ما انتم شايفين، انا حطيتها كده ووزعتها كويس عشان تاخد صدمه كده كويس الفراخ. تمام. وبعد كده ايه، هحط بقى ايه الخضار، اوريهولكم. معلش انا اسفه على الصوت، بس غصب عني بقى والله، قافله الشبابيك بس برضو الصوت طالع. هنحط برضو ال يعني انا كنت بجيب الخضار. هنحط الخضار اللي زي ما قلت لكم، فلفل الوان، وتحطي بتحطي بصلايه، بتحطي فلفل اخضر، وتحطي طماطمايه صغيره علشان تديها بس طعم يعني. تمام. زي ما انتم شايفين حطيت البصل الاول. ودايما لما تحطي الخضار مثلا الفلفل وكده، ما تحطيهوش يعني، ما تحطوش وتسيبيه يدبل قوي. لا، خليه كده ايه يعني، يبقى فيه كده شكل وطعم كده بتاع طعم الفلفل يعني. تمام. بس كده حطيت البصل، وهحط الخضار دلوقتي. آه وبس زي ما انتم شايفين كده، هبوريه لكم. كنت هنا كنت قطعت، هجيبه لكم بقى لسه قبل ما اقطعه. تمام. الاكله دي حلوه وسريعه كده وخفيفه يعني. ده نص كيلو بانيه. اكله خفيفه، ممكن تعملي بقى جنبها مكرونه، ممكن تعملي جنبها رز ابيض. عايزه رز بشعريه برضو، مش مفيش مانع خالص. تمام. بس وممكن بطاطس محمره زي ما انا هعمل، وفلفل اللي انا ايه كنت عاملاه معاكم يعني. تمام. بس كده هنحط بقى هنا، كنت بوريكم هتحطي طبعا توابل، نفس التوابل اللي انت حطيها في التتبيله هتحطيها فين، هتحطيها برضو مع ايه، مع الشاورما. بس مش هتكتري عشان انت حاطه يعني من الاول. تمام. يعني انت حاطه من الاول توابل، فما تكتريش، وتظبطي الملح بتاعك. هنا كنت بوريكم بقى الطماطم الخضار اللي انا حطيته قبل ما اقطعه. اللي عندك بقى يعني، لو ما عندكيش فلفل الوان عادي هيمشي، مثلا تحطي فلفل رومي اخضر، وتحطي بصل، وتحطي طماطم. تمام. في ناس كمان بتضيف لها بقدونس، بتبقى حلوه جدا، بس انا والولاد عندي ما بيحبوش الخضره قوي في الاكل، بيقعدوا يطلعوها يعني. فانت طبعا لو حطيت لها بقدونس هتبقى اطعم وهتبقى جميله جدا. تمام. بس كده. عاملين ايه بقى في الدراسه؟ والولاد عاملين ايه معاكم في الدراسه؟ وانتوا عاملين ايه في الصحيان بدري؟ إيه، الاول اسبوع ده بيبقى الدنيا ملخبطه والنوم مش مظبوط، بس هو الفضل لله الواحد بيتعود يعني، الحمد لله على كل حال. هنا يا بنات كنا حاطين الخضار. تمام. وخلاص كده، ده مجرد ان الفراخ بتستوي معاكي انت بتطفي النار. زي ما قلت لكم، لو عايزه تضيفي بقدونس هتديها طعم جميل جدا، هتبقى حلوه جدا طبعا زي الشاورما بتاعت بره. بس طبعا حاجه البيت انضف واحسن واوفر. تمام. عجبت الولاد جدا، كلوها بالفين وبالالف هنا والشفا عليهم. كانت حلوه وكانت جميله. تمام. بس كده كنت بوريكم بقى هنا خلاص، يعني خلاص كده استوت، شربت الميه بتاعتها خالص. تمام. تحطيها بقى في السندوتشات، حتى ممكن تعمليها، في ناس بيحبوا يعملوا كده مثلا سندوتشات للولاد في المدارس. لازم يعني خليها ميتها تنشف خالص عشان ما تبوظش العيش، والولد لما يجي ياكله او البنت الفينو مثلا ما يفرفتش منه. بس انا الصراحه مش من هواة ان انا ادي ولادي فراخ او لحوم في المدرسه نهائي خالص صراحه. بديلهم اللي هم بيفطروا بيه، ويجوا في البيت بقى ياكلوا اللي هم عايزينه الصراحه. لكن في المدرسه جبن او مربى او بيض مقلي او بيض مسلوق زي ما هم عايزين بيطلبوا. لكن فراخ دي محدش بياكل على الصبح فراخ ابدا يعني.
ممكن بقى مثلا للكبار مثلا لكن للصغيرين ابتدائي وكيجي وكده لحوم على الصبح دي مش متهيألي مش صحيه كمان. فهم يعني كمان بيرجعوا لي بالسندوتشات، يعني مثلا ياكلوا منها سندوتش ويرجعوا لي بالباقي. تمام. فهي الجبن، هي الجبن يعني جبن، ومثلا جبن ومربى، جبنه نستو، بيض، بطاطس محمره ممكن ماشي. لكن لحوم انا ما بحبش الصراحه قد اللحوم خالص نهائي. يعني متهيألي لو اديتولهم الصبح احنا الظروف اللي احنا فيها كمان ما ينفعش ان انت هتعملي في الفطار لحوم. هتغديهم ايه بقى مثلا؟ او هتعملي فراخ مثلا، هيتغدوا ايه؟ فهو احسن حاجه الفطار اللي بيفطروا في البيت. ممكن تعملي طعميه وفول عادي، يعني ما خدنا معانا احنا في المدرسه طعميه وفول اللي الولاد بيحبوه بيطلبوه. عايزين طعميه ماشي، عايزين بيض مقلي ماشي، عايزين جبنه ومربى ماشي. انا عندي الولاد بياكلوا الجبنه على المربى زي يعني، يحبوا الاتنين على بعض. كنت تعملي جبنه نستو مع مربى تبقى حلوه جدا على حسب ما ولادك بيحبوا. تمام. بس اللحوم دي مش بحبسها خالص يا جماعه يا بنات يعني. بس كده. وهنا عملت روتين كده في الغرفه بتاعتهم، نضفتها ظبطتها، وشلت الفرش بقى اللي كان على السرير اللي احنا كنت عاملاه كده كشكل يعني. شلته بقى ونفضت السرير وفكيته، وبقول لكم نفضت كل الحاجات دي. الكنبه دي نفضتها كلها، ونفضت طبعا البلكونه، وغسلت الشيش، بس طبعا ما جبتوش معاكم عشان الفيديو مطولش قوي. غسلت البلكونه الاول، بعد كده بغسل البلكونه والشيش وامسحها، واطلع بقى انفض الغرفه وانضفها، امسح الحيطان بتاعتها، واشيل الملايه والمع كل بقى حاجه، كل الخشب بلمعه. تمام. لمعنا ونفضت السرير، وشلت الفرشه زي ما قلت لكم. انا كنت حاطه زي تنجيد كده على السرير، الولاد كل شويه بيطلعوا عليه ووقعوه كده وقعدينه، فقلت بقى تغيير. حطيت اللي هو الورق الخشبي ده اللي زي الخشب، يعني ادى منظر وتغيير يعني، فاهميني. حطيت الستاره كانت نضيفه كانت مغسوله، وغيرت الملايه. وانا بقول لكم انا حطيت الورق تغيير يعني في الشكل. ممكن تحطي اللون اللي انت عايزاه، اي شكل انت عايزاه. دي كانت اخر جزء من الرول يعني كان عندي فحطيته. فهو بس تغيير، ممكن بعد كده اجيب لون تاني واحطه، بيبقى بس التغيير عشان الولاد والعيال بيتبسطوا بالحاجات دي يعني. تمام. انا نضفتها وفرشتها، وكانت المشايه بتاعتهم دي نضيفه. فرشتها زي ما انتم شايفين. ده روتين بسيط جدا كده. الفيديو ده كان يا بنات قبل المدارس. تمام. بس انا ما نزلتش يعني، كنت مصوراه قبل المدارس. انا بفضل ان انا ظبطت يعني الدنيا. طبعا انتوا عارفين بننضف قبل المدارس عشان اول اسبوع ده بيبقى مرهق جدا، النوم ما بقاش متظبط. تمام. بتودي الولاد وكده، قبل ما تجيبي بقى تشوفي باص وبتاع. اول يوم اول اسبوع بس كده عادي بقى يعني. انت عادي في الطبيعي برضه هتنضفي في الدراسه، مش هننضف مثلا قبل الدراسه مش هننضف خالص، لا هننضف برضه في الدراسه عادي يعني. بس ده كان الروتين بتاعي، خلصتها. وبعد كده بقى دي كانت الهدوم بتاعتهم. كان جبت طقم لبنتي، اللي هو بنطلون كحلي وتيشيرت احمر، وكان دي كي جي 1. سنه اولى بقى لبست اصفر السنه دي قالوا لنا، بنطلون برضو كحلي. تمام. وجبت لهم الكوتشيات دي يا بنات، دي كانت بتاعه العيد. والله كانت بتاعه العيد، ما خرجوش بيها، كانت في الدولاب. احنا ما اتحركناش خالص في العيد ولا رحنا في حته، فطبعا جبناش بقى طبعا، فمش يعني راحوا بيها. ده كان بتاع زوزو الابيض، والاسود ده كان بتاع بلال. تمام. فطبعا وديتهم بيها بقى المدرسه. ودي كانت ازازه بلال، جبت له ازازه برضو نوع نضيف عشان الميه. وبس. ودي الشربات برضو كانت جديده عندي، مجبتهاش كانت موجوده. بس وجبت لهم كل واحد ازازه. وزوزو جبت لها الشنطه الحلوه دي عليها القطه السيامي دي. تغيير بقى، كله جايب بنكات، بينكي بينكي بينك وكده فتغيير يعني. فقلت اجيب لها، وجبت لها الازازه موف، يعني جبت لها ازازه زي الشنطه، هي كانت طالبه كده يعني. وبلال اللي جبت له بقى اللي هي الشنطه ديت اللي هي سبايدر مان. وبس. والازازه عجبته برضو الشنطه. جبت توك لزوزو. تمام. وبس دي التوك بتاعتها. جبت لها ابيض، بس هي عشان كيجي عادي بنحط لها الوان، مفيش اي مشاكل خالص. جبت لها التوك ديت. ودي كانت لبس المدارس. طبعا انا ما بجيبش كراسات، هما بيكتبوا لنا كده يعني، بيطلبوا مننا ابتدائي، يطلبوا مننا كده، بيكتبوا في ورقه في الجروب، وبيطلبوا بقى الحاجات. فبعديها بقى نزلت طبعا لما راح المدرسه اول يوم، جبت له بقى الكتب بتاعته. ودي بس كراسات كده، بديها لهم كراستين بس فاضيين وقلم. بس يعني يحبوا يكتبوا حاجه مثلا، الميس قالت لهم طلعوا كراسه اكتبوا حاجه كده، لكن هم اصلا بيكتبوا لهم في ورق كده، وانت بتشتري بقى الحاجات بتاعتهم. تمام. دي كانت قبل المدرسه. ان شاء الله نصور مع بعض الكتب باذن الله، ونشوف كده هم برضو بيعملوا الواجب، وربنا ييسر الحال. كنت بوريكم هنا شنطه زوزو كبيره حلوه، وجديده مختلفه عن كل الشنط يعني، قلت تغيير. هي عجبتها. واللون مختلف كمان، اللون الموف ده مختلف. البنات الطبيعي بيجيبوا البينك والفوشيا كده يعني. بس فده كان الفيديو بتاعي يا بنات. متنسوش اللايك، ربنا يبارك لكم، وتشتركوا في القناه.
اللي لسه مشتركش يشترك، بتدوسي على العلامه الحمراء اللي عندك كلمه اشتراك، وكمان بتدوسي على الجرس وتفعليه علشان لما انزل لك فيديو يجيلك بايه اشعار. تمام. بس معلش انا اسفه، انا بذكركم باللايك عشان انا كمان انا عن نفسي لما بفرج على فيديو بنسى احط اللايك. فشيء طبيعي، انت يعني بتتفرجي بتخشي مع الفيديو فبتنسي ان انت تحطي اللايك. زي ما قلت لكم يا بنات، انا القناه لسه عندي يعني محتاجه زق عشان تشتغل، بس ان شاء الله بفضل ربنا سبحانه وتعالى وبيكم ان شاء الله تشتغل وتكبر باذن الله. وبس كده، كنت بوريكم ان ماركتها مش فاكره، بس مش شايفه كويس، مش فاكراها، بس هي كانت ماركه كويسه. يعني اهم حاجه الازايز الميه ديت كويسه يعني، بس في طبعا حاجات اغلى من كده، بس دي كانت